السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده بقى غدا كده فلاحي وعلى اصوله، حاجه بقى كده تفتح النفس وكمان بسرعه الصاروخ. هنعمل 12 فطيره من كيلو دقيق، وهنعملهم كمان على الطاسه، وهيطلعوا معانا مورقين وحاجه كده جميله جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم وسهله جدا جدا. ويلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا. اول حاجه عندي كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقه صغيره من الملح. عجينه الفطير ما بتاخدش اكتر من كده، ممكن كمان تحطي معلقه كبيره من السكر لو حابه ان الوش بتاعه يبقى احمر. هجيب بقى عندي ميه، والميه بتكون دافيه لان احنا في الشتاء. لو في الصيف هتحطي ميه من الحنفيه عادي، ومقدار الميه بيكون على حسب ما العجينه بتاخد. يعني العجينه بتكون مش يابسه قوي وما بتكونش طريه قوي معانا، يعني بتكون هنا وسط كده. فانت بتحطي الميه لحد ما العجينه تلم معاكي. انا اخدت معايا في حدود كوبايتين ونص، وكمان معلقتين من الميه. ممكن تاخد معاكي كوبايتين ونص، وممكن تاخد معاكي في حدود 3 كوبايات من الميه لغايه ما تلم، على حسب نوع الدقيق. اهم شيء بقى في عجينه الفطير ان انتوا تعجنوا كويس. يعني شوفوا في الوقت ده ايه اللي مضايقكم، اكتر حاجه تكون مضايقاكوا كده في الحياه، وافتكروها وطلعوا الطاقه السلبيه دي كلها على العجينه. بتاخد عجن كويس جدا لانها لازم تعمل عرق علشان تطلع مورقه وحلوه معانا. فهنعجنها بقى كويس جدا في حدود يعني 15 دقيقة عجن متواصل، لغاية ما تكون عجينة معايا كده. لما تكوني بتشديها كده ما تقطعش معاكي، العرق بتاعها يكون ظاهر وما تقطعش معاكم. هسيبها بقى واغطيها بستريتش في البولة كده لمدة ساعة. وفي الصيف بتسيبوها لمدة نص ساعة علشان الجو بيكون حر. انا جبت بقى هنا الاسترتش وحبيت ان انا اغطيها بيه كده عشان العجينة تبقى طرية معايا وتبقى سلسة كده وانا شغالة بيه. بس طبعا لو حطيتوها بقى في ورق استرتش زي حالاتي كده، ادهنوه الاول بزيت علشان ما تلزقش، لان انا لما جيت فكيتها من الاسترتش لزقت معايا شويه. فحطوها الاول ادهنوها. خلاص كده بعد نص ساعه شايفين العجينه طريه جدا معايا. وهبدا بقى ان انا اخد كميه العجين كلها واحطها كده افردها على الرخامه. يعني انا ما بقطعهاش، انا هفردها كلها على الرخامه. حاولي ان انتي طبعا تفردي على قد ما تقدري علشان تطلع معانا الفطيره مورقه. هنا كنت جايبه طبق وحاطه فيه زبده على سمنه سايحه كده بدرجه حراره الغرفه، ما تسيحوهاش على النار. وكمان حاطه عليها سمنه، سبتها كده لما ساحت مع بعض. يعني طبعا الجو ساقعه، فانا سبتها بره التلاجة في المطبخ. دفتها حاجه بسيطه عشان تبقى سهله معايا كده وانا بفردها. خلطتهم على بعض سمنه على زبده، ممكن طبعا تعملي بسمنه. فردت الزبده والسمنه على كل العجينه بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، وكنت بشوكه كده وهرسه السمنه معايا والزبده عشان تبقى ناعمه وسهله معايا في الفرد. كده ببدا بقى ان انا الفها زي السينابون كده رول. بفضل الم العجينه كلها بالشكل ده على الزبده والسمنه. ودي اسهل طريقه هتعملي بيها الفطير، وهيطلع معاكي مورق وجميل ومش هتاخدي اي وقت، يعني هيخلص معاكي على طول في دقايق. هجيب بقى السكينه وهقطعه. انا قطعته كده على 12 قطعه، ممكن طبعا تعمليه على 8 او 10 لو عايزاهم اكبر او اتقل من كده، يكون حجم الفطيره معاكي اتقل من كده. بعد ما قطعتهم بقى زي ما انتوا شايفينهم كده، باخدهم وبحطهم في الفريزر، لان انا لو اشتغلت بيهم على طول السمنه والزبده هيضايقوني وهيضايقوا العجينه وانا بفردها. فلما احطهم في الفريزر هيمسكهم في العجينه وهتبقى جميله جدا معايا بقى وانا بشتغل فيها على طول. وهحطها في الفريزر في حدود نص ساعه او لحد ما احس ان الزبده والسمنه مسكوا في العجينه. بعد كده بقى طلعتها، شايفين اتمسكت معايا ازاي وبقت ناعمه كده. هاخد بقى كل واحده وابدا اشكلها زي الكوره كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هكورهم كلهم علشان بقى اشتغل فيهم على طول. طريقه سهله وبسيطه جدا. شايفين العجينه علشان الزبده والسمنه مسكت فيها فناعمه معايا وما بتضايقنيش ولا بتسيح كده العجينه من الزبده والسمنه. يا رب تكون الطريقه واضحه. بعد كده بغطيهم بقى باي حاجه عندي، باي كيس علشان وشهم ما ينشفش. وباخد كل واحده وزي ما انتوا شايفين بفردها بالشكل ده. هفردها بقى على الحجم اللي انا عايزاه، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. واول ما بخليها بالحجم ده بحطها بقى في الطاسه، والطاسه بتكون مدهونه عندي بالزيت او بالسمنه زي ما تحبوا. وهبدا بقى في تشكيل كل العجين بالطريقه دي، مش هياخد معايا وقت. اهم شيء بحط شويه دقيق، وببدا بقى ان انا كده بالنشابه اخد العجين بتاعي كله واخليه زي ما انتوا شايفينه كده. احاول ان انا اخلصه كله علشان كمان العجين يرتاح معايا شويه.
انا كنت صراحة مستعجلة عشان الوقت بقى سرقني، فاخدت بقى عملت ال4 دول، وبعد كده طول ما انا شغالة على البوتاجاز هشتغل فيهم. وهحط بقى اول واحدة في الطاسة اللي انا حطيتها على عين البوتاجاز، واهم شيء النار الاول بتكون عالية. اسخن الاول الصينية، وبعد كده اخلي النار وسط، بكون مغطياها، والغطا بتاعها لازم اشيله كل شوية علشان البخار المية اللي فيه امسحه بالفوطة، يعني اكون حاطة فوطة جنبي وامسح بخار المية. انا بحط الغطا علشان البخار كده يكمرها وتستوي من جوه، ما تبقاش زي العجين. اول ما تاخد لون بقى، وشفتوا شايفين بتتفخ معايا ازاي، اول ما تاخد لون بقلبها لغايه ما تاخد لون على الوش التاني، وبحط كيس عليها كده علشان تبقى طريه ومش ناشفه معايا. وهبدا بقى احط غيرها وبنفس الطريقه. طبعا بتكون كشه العجينه شويه، فاول ما بنزلها بقى ابططها بايديا كده او بفردها بايديا كده في الطاسه للحجم اللي انا عايزاه. سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت، وكمان بتعمل لي كميه كبيره، يعني عملت لي 12 فطيره بالحجم ده، حلو قوي. كمان فايدتها بقى ممكن طبعا تصغروا، ممكن تخلوهم 6 فطاير، ممكن تخلوهم 8 فطاير، زي ما انتوا عايزين بالطريقه دي. بس كل ما كانت صغيره كل ما كانت لذيذه كده، وكمان اولادنا وهم بياكلوها ما يهدروش منها. يعني واحده زي دي لما ياكلوها لو عازوا تاني بياخدهم، لو ما عازوش خلاص بتبقى واحده بس اللي كلوها، ما يهدروش في الفطير كتير. لما بنعمل الفطيره كبيره بناخد منها جزء وما بنكملهاش. محدش من الاطفال بيكمل عمره اي فطيره كبيره. بالطريقه دي سهله وهيحبوها جدا، وهيعوزوا تعملي الفطير على طول في البيت. وممكن كمان علشان تنجزي في الوقت ممكن تحطي صينيتين قصاد بعض، على اساس ان انت تعملي 2 ب2 او اكتر زي ما تحبي. كمان ممكن تحطيه في الفرن لو مش عايزه ان انت تحطيه على البوتاجاز، بس احنا بنعمل الفطير على البوتاجاز علشان اللي ما عندهمش فرن يبقى الحكايه سهله معاهم، ويدينا فطير طعمه حلو قوي. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد بجد روعه. انا بعد ما خلصت بقى الكميه كلها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، عملت معايا 12 فطيره بالحجم ده، حاجه كده اللهم بارك، حاجه جميله جدا. وهو تغيير عن الاكل، مش كل يوم هناكل طبيخ يعني كده. الفطير من الحاجات السهله والبسيطه، وكمان اللي بتفتح النفس. شايفين الفطير عامل ازاي؟ بس انا كان سخن جدا، حتى لو اخدت بالكم هتلاقوا ان هو لسه البخار بيطلع منه. هو كان سخن جدا معايا، بس هو كان مورق، وحاجه طعمه كان رهيب جدا، وطعم الزبده حلوه فيه قوي. ويا سلام بقى لو عندك سمنه فلاحي وحطيتي فيه هيديله طعم اجمل واجمل. شايفين البخار طالع منه ازاي؟ انا كان سخن معايا جدا، ما كنتش عارفه امسكه من سخونيه الفطير، بس بجد كان روعه وكان غدا حلو قوي. حطيت كمان جنبه عسل نحل، حطيت عسل اسود، حطيت جبنه بيضه. طبعا الجبنه الحادقه اللي هي القديمه لو حطيتها معاها هتبقى جميله قوي، بس عشان اولادي ما بياكلوهاش فما حطيتهاش. حطيت لهم جبنه بيضه. اعملوه وجربوه لو لسه اول مره بتعملوا الفطير، دي طريقه سهله جدا هتعجبكم، وسهله لاي واحده لسه بتفكر تعمل فطير او خايفه تعمل فطير. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب تكون استفدتوا منه وغدانا النهارده عجبكم. وما تنسوش بقى اللايك والشير علشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس. كمان اللي لسه ما اشتركش في القناه يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان تجيلهم اشعارات اول باول باي فيديو بنزله على القناه. بتمنى الفيديو يعجبكم، والقناه كمان تعجبكم، فيها حاجات حلوه كتير، بتمنى تدخلوا وتشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.